اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هناكل ايه النهارده؟ هنشوف مع بعض. معانا 1.5 كيلو دقيق، نزلنا عليه بشويه ملح صغيرين، ربع معلقه ملح وربع معلقه سكر، ودوبناهم بشويه ميه وكبيناهم على الدقيق، ونحط الميه شويه شويه ونعجن. ما نحطش ميه مره واحده، لازم ننزل شويه شويه عشان خاطر العجينه ما تطرش مننا. وبعد كده لو طرت العجينه هنحط دقيق تاني ننشفها كده، هتبقى ايه العجين ازيد ما احنا عايزين. فاحنا عايزين ايه 1.5 كيلو على الجد يعني. بس هنفضل نعجن ونملك في العجينه جامد لحد ما تلم معانا وايدينا تخلع منها، والطبق البلاستيك يبقى نظيف عشان نعرف نشكلها. ننزل بشويه ميه تاني، ولا حط لها خميره ولا حط لها بيكنج باودر، هو ذرة ملح وذرة سكر و1.5 كيلو دقيق بس. اها بدأت تلم معانا بالشكل ده، برضو مش هنسيبها، هنفضل نعجن فيها لحد ما نلاقيها كده جميلة كده لينة نعرف نفرطها. ايوه لازم ندب فيها دبتين 3 كده عشان تبقى معجونة كويس. هي لسه شوية معانا لسه تاني ها. خدت بقول لك 1.5 كيلو، خد لتر الا ربع ميه. فضلت اعجن فيها واغرس فيها لحد ما خلعت من الطبق البلاستيك خالص. بالشكل ده اهو بقت كويسه معانا. وايديا بقول لك وايديا برضو خلع منها العجين. بس كده هنسيبها ترتاح شويه، نغطيها باي قماشه، هي مش هتختمر ولا حاجه لا، لكن هترتاح. بس كده دهنا ايدينا زيت ودهنا الوش عشان ما ينشفش، وهنغطيها باي حاجه ونسيبها ترتاح شويه عشان نعرف نفرطها، لكن هي مش هتختمر عشان ما فيهاش لا بيكنج باودر ولا خميره. رحنا روجنا شويه في الشقه وعملنا اللي ورانا ورجعنا لها تاني، قسمناها نصين قطعتين قد بعض بالظبط. هناخد منهم قطعه ونبدا نفرط فيها. معانا هنا سمن بلدي يا دوبك فكه بسيط، بس مش جدحه خالص، فكه فكان كده بسيط. هنفضل نفرط فيها
نوع الدقيق كويس وبيفرط معانا، مش بتلم ولا حاجة. هنفضل نرج فيها لحد ما تملى الطبلية كلها او الترابيزة، ونلف حوالين داير ونفرط وناخد من الوسط. اهم حاجة ناخد، ما نسيبش مثلا ايه الحواف كده رقيقة وحلوة والوسط يبقى تخيل، لا لازم الرقاقة كلها تبقى بسوي بعضيها. ايوه بالشكل ده، وتاخدي عليكي ايوه كده وتوسعي. هي ما شاء الله الدقيقة حلوة والعجينة كويسة وبتاخد وتدي معانا. انا رايحة مشوار واخدة الحاجة دي معايا، لو عايزين تعرفوا انا رحت فين اكتبوا في الكومنتات وانا اقول لكم. ايوه نفرط فيها الرج، نفضل نرج فيها لحد ما تبقى بالشكل ده. هناخد من الوسط برضو ايوه، بس فرطناها على قد حجم العجينة وهننمشها كلها بالزبدة. كل ما نطبق ناحية نلم ناحية نفرط فيها ونجيب التانية عليها، رشة زبدة ونجيب التانية عليها. هتشوف هنحط ايه تاني دلوقتي. معانا زبيب وجوز هند، هنحط كله في القلب. ايوه كده، اي نوع مكسرات تاني حب تحطوه، لو انتوا عايزين فول سوداني اللي تحبوه حطوه في القلب زي كده. انا حطيت زبيب وجوز هند وجبت الناحية التانية. ولو اتقطعت منكم حتة عادي مفيش مشاكل، نجيب اختها عليها وهكذا. رشة زبدة خفيفة واللم. ايوه نلمها بالشكل ده. نلم ونفرط ونسوي فيها، ما نخليش حتة مجعدة ولا حتة تخينة عشان خاطر يبقى تجب وتتنفخ وتبقى مورجة وحلوة. ما شاء الله بدأنا جربنا نخلصها. طبقنا تاني دهنة سمنة خفيفة وبس خلاص. اهو عملناها كده بالشكل ده. هنجيب صينية وندهنها قطعة زبدة صغيرة ونملى بها الصينية. بس هنركنها ونعمل التانية.
نجيب التانية نفرطها برضو. وعلى فكرة مثلا ايه، انا دلوقتي عاملة كل واحدة قطعة واحدة، يعني الكيلو ونص عملته فطيرتين، فكل فطيرة قطعة واحدة. احنا ممكن بقت الفطيرة ما نعملهاش قطعة واحدة، لما مثلا البنات الصغيرة المبتدئة ومش هتبقى تعرف تفرطها بالشكل ده، تروح عاملة القطعة الواحدة دي تعملها قد 10 قطع، قد البيضة، وتعملها وبعدين تفرطهم. انا في مرة هعمله معاكم قطع صغيرة، عشان اللي مش هيعرف يعمل الكبيرة دي نعمل الصغيرة، والطريقتين بيبقوا احلى من بعض. هنفضل نرج فيها كلها لحد ما نملى بها الترابيزة. على فكرة ما خدوش معايا وقت خالص، فرضتهم على طول. بس اهم حاجة بعد ما تخلصوا عجين تسيبوا العجين يرتاح، ما تشكلوش فيه تفرطوا فيه على طول، لا مش هينفع. لازم تقعد قد نص ساعة وبعدين تبدأوا تفرطوا فيها. حتى دلوقتي برضو بعد ما فرطناهم ولميناهم زي ما انتوا شايفين كده، سبتهم في الصينية برضو حوالي نص ساعة، وبعد كده فرطتهم مليت بهم الصينية كلها ويتفرطوا معايا بسهولة. لكن لو لميتها من هنا وفرطت هنا مش هتتفرط خالص، وهتتقطع وتتبهدل. هنلم ونرج فيها عشان تبقى النتيجة كويسة ان شاء الله. ايوه كده ونفرت. وما شاء الله يعني نوع الدقيق حلو. دي بقى تلميناها ما حطيناش فيها مكسرات ولا اي حاجة، دي عايزينها سادة كده، يبقى واحدة كده وواحدة كده. دي السادة دي تاكل بها بيض مسلوق، عسل اسود، جبنة قديمة، اللي تحبوه. ولو قطعة صغيرة مع الشاي برضو بتبقى طعمها تحفة. لميناها بالشكل ده، كل ما نلم ناحية دهنة زبدة بس خلاص. نفس النظام صينية ونركنها. صينية مدهونة برضو. خلاص بعد ما سبناهم نص ساعة جبناها فرطناها بالشكل ده. بصوا بتجري معانا في الصينية ما شاء الله، ملت الصينية كلها. حطوا لايك بقى على الفطيرة الحلوة دي، ما تنسوش اللايك. ما شاء الله. والتانية فرطناها برضو، اللي باين على الوش ده الزبيب، بس لما تخش الفرن بتتنفخ وبيتدارى. ايوه كده. دي بقى ايه، هنقطعها، اعملوها اي قطع تحبوها.
عملناها سمبوكسات بالشكل ده. ممكن تعملوها مربعات، تعملوها مثلثات زي ما تحبوا. الإضاءة بتبقى عاكسة شوية. ما شاء الله قطعناها بقت جميلة وحلوة. هنروح دلوقتي، أنا مولع الفرن يسخن من حوالي 10 دقايق، وهندخلهم وما شاء الله بقت جميلة. والتانية هي اللي ما فيهاش مكسرات، ما شاء الله عليها والله تحفة. انا بقت عاملة شربات اللي هو العجدة، يعني عاملة شربات، حاطة 2.5 كوب سكر، وحاطة لهم 1.5 كوب مية، وسبتهم حوالي 10 دقايق على النار، وعصرة ليمونة، نص ليمونة، عصرة نص ليمونة، و10 دقايق على النار، وطفيت عليهم. وهنحط ايه بقى، نزود اللي هي محشية بالزبيب والجوز الهند، دي هتبقى حلوة زي الجلاش يعني. تحفة، وكانت مورقة وجميلة، بس هي عشان مش بتعودنا ما قطعتش منهم ولا حاجة، سبتهم زي ما هم. لكن بص، جميلة جميلة وهتعجبكم. جربوا الفطير المشلتت بالشكل ده، هيعجبكم. ما شاء الله عليها مستوية. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.